السلام عليكم. ما كينجحش معاك الكيك؟ ديما الكيك كيجيك مدقص. اليوم غنعطيك جميع الاسرار باش هكا تحصلي على كيك يجيك واعر واروع كيك في العالم. المقادير غنحتاجو فيهم 4 الحبات ديال البيض، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس سنيده، ملعقه كبيره خل، 2 كيسان دقيق، 2 خمارات وساشي ديال لافاني، والحامض مبشور هكا القشور ديالو ومليحه، ومول هكا اللي يكون مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. انا استعملت معكم اليوم هذا المول. اول حاجه غناخذ واحد البول نضيفوا فيه البيض اللي يكون اولا بحراره المطبخ، ونطربوه هكا غير شويه حتى تطلع لينا الكشكوشه. صافي دابا غنضيف المليحه اللي عندي هي اللي غتعادل ليا المذاقات في هذا الكيك ديالنا، وغنضيف الكاس ديال السنيده اولا السكر حبيبات. صافي دابا غنطرب مزيان 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 حتى نحصل على خليط بالشكل الابيض كيف كتشوفوا. وهنا غنبدا نضيف في الزيت بشكل تدريجي غير بشويه وانا كنطرب في نفس الوقت. صافي هنايا غندير الخل مع الحليب مع القشور ديال الحامض. هنايا غيوقع ليا تفاعل ونحصل على ريب. صافي غنحيد الباتور ونخدم بالفوي، نضيف الخليط ديال الحليب مع الخل. هذا هو السر اللي كيعطينا التفشفيشه. الحليب كيجي هنا حسن من الياغورت ب1000 درجه. صافي هنا كنبقى نخلط بالفوي، ناخذ 2 ديال الخمارات ومع ساشي ديال لافاني نغربلهم. ضروري البنات هنا تغربلوا الدقيق 2 كيسان غنقسمهم على 3 دفعات وانا كنحرك في نفس الوقت كيف غتشوفوا معايا في لا فيديو. صافي نبقى نحرك بشويه بشويه وانا كنضيف داك الدقيق بشكل تدريجي حتى كنحصل على خليط اللي يجيني بهذا الشكل هذا خفيف. صافي ناخذ المول ديالي اللي مدهون ننزل فيه الكيك ونكون مشعله الفران على 175 درجه غير من التحت حتى يطيب، ونشعل عليه الفوق يتحمر حتى نحصل على هذا الشكل النهائي اللي كيجي روعه كيك مفشفش. ويا سلام واحد المذاق بداك القشور ديال الحامض ولافاني كيجيو مواتين. صافي هنايا كيف كتشوفوا زينتهم شويه ديال الياغورت مع شوكولا بلون مع قطيره ديال الحامض، وزينت بالشرائح ديال الحامض هكا. غنقطع معكم باش تشوفوا كيف كيجي. راه ما تصدقوش كيف كيجي واعر واعر واعر، وواحد المذاق وواحد الرويحه طالعه منه. هكا توجدوه للكوتي تخرجوه معكم خريجات هكا الصيف هذا كيجي واعر. جربوه وبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم. خليتكم في امان الله حتى الوصفه قادمه ان شاء الله. تهلاو.